وكانت نتائج 7 حزيران، انتخابات 7 حزيران، نتائجها كانت تهدد أمننا الوطني. لكن هنالك بعض المعارضين الذين يقولون بأن ساسة هذه الدولة يحاولون أسلمة هذه الدولة. هل يجوز لأحد أن يتهمنا بهذا؟ إذن أنا والحكومة وأنا نحن نحاول أسلمة تركيا. نحن أصلا 99% من الأتراك مسلمون، فأي أسلمة تتحدث؟ كيف بإمكانك أن تستخدم هذه العبارة؟ هل يجوز لي أن أقول لروسيا بخصوص روسيا بأن النظام الروسي يحاول تنصير روسيا؟ هنالك 30 مليون مسلم في روسيا. هل بإمكاني أن أقول بأن النظام الروسي يتهمنا بالأسلمة؟ أنا مسلم و99% من الشعب التركي مسلم. إذن فأي أسلمة تتحدث؟ فعن أي أسلمة تتحدث؟ نحن نحاول القيام بواجبات ديننا، هذا ما نفعله. لكن انظروا إلى هذا الخطأ، انظروا إلى هذا التعبير الخاطئ، وأيضا الهجوم على قنصليتنا وسفارتنا وتحطيم نوافذ قنصليتنا. هذا لا نرضاه، هذا ما لا نرضاه.